السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام، الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. عزيزي مشاهد قناة خط الدفاع، أرجوك، انشأت هذه القناة للدفاع عن نادينا الحبيب، لذلك يجب عليك الاشتراك في القناة، عمل لايك أثناء مشاهدتك للفيديو حتى يعلو الفيديو وينتشر ونستطيع محاربة أعداء الأهلي. دعمكم للقناة ليس دعم لي، إنما دعم للقناة نفسها حتى نقف أمام أعداؤنا. الأهلي يخسر كأس الكؤوس الأفريقية في كرة اليد أمام الزمالك 26-25. مبروك للزمالك وهارد لك إلى الأهلي. رجال اليد عملوا اللي عليهم، فريق الزمالك فريق قوي في كرة اليد. الجاي إن شاء الله أحسن بإذن الله تعالى، لكن الكابتن أحمد عادل لاعب كرة اليد كان لازم يعرف إنهم نازلين يعملوا مشاكل مع النادي الأهلي، وكان يجب عليك ضبط النفس، وكان يجب عليك أنك تكون واعي إلى هذه المشادات واللي بيحصل داخل الملعب. للأسف احنا كنا داخلين عندنا ثقة ان احنا هنكسب الزمالك، وده كان سبب رئيسي ان احنا نخسر. يعني إياك والغرور، لابد أن تتعب وتجتهد حتى تستطيع أن تصل إلى ما هو تتمناه وترغبه. هارد لك، وإن شاء الله تتعوض، وبإذن الله الجيات أحسن من الرايحات. إصابات بعض اللاعبين زي إبراهيم المدافع القوي وبعض الناس وبعض اللاعبين الآخرين أثرت إلى حد ما. أيضا الطرد أثر بشكل كبير، ولكن كان بالإمكان أحسن مما كان. نتمنى إن شاء الله أن الأهلي يستعد جيدا إلى العام الجديد، ويكون هناك بعض التغييرات وشراء بعض اللاعبين للوقوف على أرض صلبة في هذه اللعبة تحديدا. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الترجي التونسي غدا بإذن الله. طبعا كولر جاهز ومجهز وقاري وفاهم، والراجل عنده قناعات ان فريق الترجي فريق كبير وفريق قوي وفريق يحتاج الى ان تكون مستعد له جيدا. النهارده في المؤتمر الصحفي محمد هاني قال ان الترجي فريق كبير، ولاعبين يعلموا ان الترجي فريق كبير وعظيم، والاهلي يحترمه جدا ولاعبين. ايضا كولر في المؤتمر الصحفي اعلن ان كرة القدم لا تحتاج الى الغرور، وكرة القدم لا يمكن أن يكون بها غرور، ولا يوجد غيابات عندي، وأخوض لقاء الترجي وكأن المباراة 0-0 بعيدا عن نتيجة الذهاب. الترجي فريق عظيم وفريق كبير ولديه لاعبين كبار وأقوياء، ونتيجة رادس لا تعبر عن الترجي. شكرا كولر على هذا التواضع الرائع منك. بيرسي تاو في تصريح له يقول: بعد كل تتويج مع الأهلي لم أخلع الميدالية الذهبية من عنقي حتى العودة إلى سريري بمنزلي. بعض اللاعبين تحدثوا معي عن إصراري عن عدم خلع الميدالية، ولكنهم الآن أصبحوا يدركون أن احتفالي الخاص بأي تتويج مع الفريق هو نوع من تعبيري عن قمة السعادة التي أشعر بها حتى نهاية اليوم. أيضا سبورت تي في تعلن في تقريرها أن بيرسي تاو لا يمانع أبدا فكرة الاستمرار مع الأهلي ورفضه اللعب لبعض الدول الأوروبية تقديرا وحبا للأهلي، ولكن بشرط واحد: أن يستمر مارسيل كولر مع الأهلي في تدريب الفريق. يعني لطالما كولر موجود، بيرسي تاو بيقول لك أنا تحت أمر الأهلي وموجود، لأن هذا المدرب استطاع
أن يضعني على الطريق الصحيح. وهذا حقيقة يشكر كولر فعلا أنه أعادنا بيرسي-تاو بعد ما كانت أغلبية الجماهير بتطالب بأن الأهلي يتصرف ويبيعه ويخلص منه، لكن استطاع كولر أنه يعالج موضوع الإصابات العضلية بمخطط الأحمال اللي موجود معاه، و يعني المسؤولين عن التغذية للاعبين، وكله اجتمع. والآن طلعت النتيجة إن بيرسي-تاو قدر يقف على رجله مرة تانية وبقى من أفضل اللاعبين في الفريق الآن. شوبير يعلن الأهلي في طريقه لتطبيق مشروع رائع. إيه هو المشروع؟ هذا المشروع يسمح لمشجعي الأهلي بمقابلة لاعبين الأهلي وحضور التدريبات في الملعب مقابل إيه؟ مقابل اشتراك سنوي قدره 100 جنيه فقط. يعني أي مشجع أهلاوي يعمل اشتراك في النادي 100 جنيه يتصور مع اللاعبين ويقابلهم ويحضر التمرين معاهم، وده فعلا حاجة ممتازة جدا هتقرب اللاعبين من الجماهير وهتقرب الجمهور من اللاعبين أيضا، وده أيضا هتعمل أرباح لا تقل عن 150 إلى 200 مليون جنيه إلى النادي الأهلي. إدارة بتخطط، إدارة بتشتغل، إدارة ما عندهاش حديدة. مروان عطية تصريحات له رائعة، قال لعبت 11 سنة في الاتحاد، منتظر يوم حلمي وهو انضمام إلى الأهلي، هذا حلم الطفولة بالنسبة لي. قال جاءتني عروض كثيرة وأضعاف عروض الأهلي من أندية محلية وخارجية، ولكني كنت أنتظر بلهفة الأهلي وجاءت الفرصة والحمد لله. الآن أنا في أكبر نادي في أفريقيا، في نادي القرن، في نادي الطفولة وحلم الطفولة بالنسبة لي النادي الأهلي. قال إن الحاج محمد مصلحي قال لي يا مروان في أندية جاية لك من مصر وخارج مصر وعارفين وعارضين عليك 1 2 3. قال له أنا مش بفكر في المبلغ المالي خالص، أنا هختار الأهلي لما من غير ما أشوف أي عروض ومن غير ما أشوف الأهلي دافع كام. قال له خلاص دي رغبتك؟ قال له آه رغبتي. قال له خلاص إن شاء الله أنت في الأهلي. قال استقبلوني في الأهلي استقبال الفاتحين، ووجدت روح الفلنة الحمراء وروح العائلة وروح الإخوة والصداقة، ولم أكن أتوقع أنهم سيحتضنوني بهذه الحفاوة الرائعة. أهلا بك في نادي البطولات يا مروان، ونادي القيم والمبادئ، ونادي أفريقيا الأول. رامي ربيع الناقد الرياضي مع هاني حتحوت قال إن موسيماني نجح مع الأهلي الكثير لكن ما قدرش يستحمل ضغط البطولات في القلعة الحمراء. لا يا أستاذ رامي، هو ما قدرش يتحمل قلة أدب الإعلاميين اللي كانوا دايما بيهاجموه وبيحاولوا يكسروه ويحبطوه، علشان كده الراجل هرب قبل ما يجيله جميع أمراض الدنيا بسبب هؤلاء الجهلاء. جمهور الزمالك يسب الخطيب والأهلي في مباراة أسوان. طيب أنا هسأل سؤال لجماهير الزمالك، الخطيب عمل لكم إيه؟ الأهلي عمل لكم إيه؟ أنتوا بتلعبوا مع أسوان، إيه دخل الأهلي بالمباراة؟ لكن لأنكم جهلاء، طبعا أقصد الناس اللي شتمت وغلطت وسبت، لأنكم جهلاء فأنتوا بتزيطوا مع الزيطة، بتمشوا مع السباب والشتام. لكن يعني المباراة اللي انتوا بتلعبوا فيها مع أسوان لا ليها علاقة بالأهلي. انتوا متابعين في الاستاد كرة اليد وربحتوا المباراة وخدتوا البطولة، ما دخل الأهلي في السباب؟ يعني انتوا مش عاوزين حد ينافسكم مثلا؟ يعني مش عارف، يعني للأسف جمهور يصنع التعصب والفتن والمشاكل. لكن إذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة أهل البيت
هي الرقص. إعلام الزمالك يطالبون علنا تركي الشيخ بالتبرع للزمالك. تخيلوا نادي زي الزمالك، نادي عملاق، نادي كبير، من أكبر كبار أندية أفريقيا ومصر، بيطالب بيشحته من تركي الشيخ. مسروق منه 2 مليار ونص وبيشحته من تركي الشيخ وبيطلبوه بالتبرع. للأسف ما عندكمش شرف ولا كرامة. صدعتوه دماغنا. رجع الساعات يا خطيب. عيب يا خطيب تاخد هدايا. عيب يا خطيب، انت اكبر من كده. لكن يعني للأسف الشديد انتوا ماشيين على خطى رئيسكم، بترقصوا زي العوالم على كل خيط يا وهيبة زي ما بيقولوا. الهجاص صرح أن أفشة كلمني وقال إنه لن يترك الأهلي، وإنه بيحب الأهلي، وإنه متواجد في الأهلي. يعني أفشة اتصل على الهجاص وبقول له أنا بحب الأهلي، وإن أنا متواجد في الأهلي، وإن أنا مش هسيب الأهلي، وإن أنا بحب الأهلي. طيب لو الهجاص ده كلامه صح، لازم أفشة يتعاقب من إدارة الأهلي، لأنه لا يجوز أبدا لاعبين الأهلي تحديدا يطلعوا أو يتواصلوا مع هذا الهجاص، لأنه أكتر واحد في مصر يكره الأهلي وعدو للأهلي هو والغندور وهزاز الرؤوس وحازم وميدو. فلو كان كلام الهجاص ده صحيح، يجب على إدارة الأهلي معاقبة مجدي أفشة ده وهاني حتحوت، الاتنين دول، وإسلام صادق ممنوع، وحتى منير عبد الهادي ممنوع. مفروض إدارة الأهلي تفرض عدم التحدث مع هؤلاء الجهلاء. إلى هنا نكون انتهينا من هذا الفيديو، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله غدا، ويكون الأهلي منتصر بإذن الله وصعد إلى المباراة النهائية. أرجوك ادعم القناة، لايك، شير، علشان نقدر نطلع بفيديوهاتنا. دمتم وفي أمان الله.